بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وأحبابي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انتهت منذ قليل مباراة المنتخب الوطني المصري ضد غريمه الموزمبيقي في تصفيات الأمم الأفريقية. أول مباراة للمنتخب الوطني المصري بيلاعب فيها فريق موزمبيق، فريق موزمبيق الغير مصنف دوليا، فريق موزمبيق الغير مصنف إفريقيا، فريق موزمبيق الذي يضم مجموعة من الهواة يلعبون كرة القدم. النهاردة فريق موزمبيق بيضرب المثل وبيعزف سيمفونية على حساب المنتخب الوطني المصري وعلى حساب مجموعة المحترفين المزيفين. هتقول لي يعني ايه محترفين مزيفين؟ هشرح لك كل حاجة كالآتي. المنتخب الوطني المصري بيؤكد على نظرية ما بني على باطل فهو باطل. المنتخب الوطني المصري اللي تم اختيار مجموعة العناصر المتواجدة فيه بناء على الأهواء الشخصية، مجموعة من الوسايط، وكل واحد له واسطة، وكل واحد له حد في اتحاد الكورة، أو كل واحد عايزين يسوقوه عشان يتباع. تم اختياره للمنتخب الوطني المصري، وحتى في التشكيلة اللي تم بدأ بها روي فيتوريا النهاردة تشكيلة غريبة ومريبة. شكل لعب المنتخب الوطني المصري النهارده لا شكل، لا لون، لا اداء، لا طعم، لا ريحه، لا اي شيء. المنتخب الوطني المصري خلى فريق موزمبيق النهارده يعزف عليه سيمفونيه، وبيؤكد المنتخب الوطني المصري على نظريه ما بني على باطل فهو باطل. المنتخب الوطني المصري النهارده سمك لبن تمر هندي بكل صراحة، ونقولها بكل صراحة، وهنسيبنا من حكاية لازم ندعم ولازم يكون في دعم ولازم نقف جنب المنتخب. المنتخب يا جماعة مفيش منتخب، المنتخب شكله وحش جدا. المنتخب النهاردة مفيش أي أداء بأي شكل خالص. المنتخب النهاردة لا يمثل القيمة الكبرى لمنتخب مصر في وصولاته وجولاته في أفريقيا. النهاردة قدر المنتخب الوطني المصري في أول 5 دقايق إن هو يحرز الهدف الأول عن طريق غفوة دفاعية لفريق موزمبيق، اللي أنا مستغرب إزاي فريق المنتخب مصر عامل يعني نازل بغرور وبشكل وفايز. منتخب الوطني المصري النهاردة نازل فايز قبل ما يلعب، وبكورة فيها غفوة دفاعية قدر مع مصطفى محمد ان يحرز الهدف الاول لمنتخب مصر. ولكن بعد مرور 5 دقائق او 10 دقائق من الهدف، انا ومجموعة كبيرة جدا من المحللين قدرنا نتوقع مجريات المباراة، وان المنتخب ممكن يلقى هزيمة في هذه المباراة. تحدثت مع مجموعة من المحللين في قعدتنا ونتفرج على المباراة، من امثال الكابتن عماد سمير ابو العزم المحلل الكبير في مدينة منيا القمح، واتكلمنا على ان شكل المنتخب وحش، طريقة اللعب والتشكيل وتوظيف اللاعبين داخل الملعب مش توظيف حد عايز يفوز. لغاية لما جت الدقيقة 56 لقينا في هدف التعادل. قدر فريق موزمبيق فريق الهواة زي ما قلت لكم انه يحرز هدف التعادل، وبعديها بدقيقتين في الدقيقة 58 قدر فريق موزمبيق ان هو يؤكد على استحقاقه وعلى أحقيته في ان هو يفوز، وفي ان مفيش فرقة بتلعب قدامه، فرقة مغرورة، فرقة نازلة فايزة، فرقة باصين لفرقة موزمبيق من فوق. وده كان سبب قوي جدا ان فرقة موزمبيق تحرج المنتخب الوطني المصري بشكل كبير جدا. المنتخب الوطني المصري اللي له مباراة جاية امام غانا المرشح الاول للبطولة، ومعرفش احنا لو استمرنا بالشكل ده وبالتشكيل ده ممكن ايه اللي يحصل. نظرة سريعة في تشكيل المنتخب الوطني المصري النهاردة، التشكيلة الغريبة، تشكيلة اللي بتقول لك مدام انت محترف لازم تلعب، بصرف النظر انت بتلعب في الفرقة اللي انت محترف فيها، او بصرف النظر انت بتأدي في الفرقة اللي انت محترف فيها او لا. هنبدأ في اول التشكيلة كده سريعا كده بمجموعة اللاعبين اللي عملنا عليهم سبوتات النهاردة، وهو اللاعب محمد النني. محمد النني رجل الأعمال اللي عمل نادي باسمه في انجلترا، وربنا يوسع عليه وربنا يزيده، احنا ما بنقرش عليه يعني. فاحنا بنقول ان محمد النني ما بقاش يلعب في أرسنال. محمد النني لم يشارك في أرسنال بقاله أكتر من سنة أو أكتر.
محمد النني اتجه للاستثمار الرياضي وده حقه وربنا يوسع عليه زي ما قلنا. بس يا ابن الناس انت مادام انت اتجهت خدت الاتجاه ده فالله يبارك لك، يعني الله يبارك لك. احنا اصحاب بعيا وبنتعالج ماشيين بالعلاج ولنا ظروف، فانت اعتزل دوليا. محمد النني النهارده نازل لا شكل لا اداء، يعني لا يمد للاعب كرة قدم بصلة. وشفنا الكلام ده واضح جدا جدا في الهدف الثاني لما احمد حجازي اللي لسه هنجيله دلوقتي حالا وهو بيتفرج على احمد حجازي وبيتفرج على المهاجم وهو بيعدي وبيجيب الجون. فده محمد النني. هندخل بعد كده على تريزيجيه. تريزيجيه لعيب كبير ولعيب له وزنه في الملعب. النهارده تريزيجيه بيمثل الأنانية كما ينبغي أن تكون. تريزيجيه حد مفهمه ان انت يا ابني عشان تبقى لعيب وعشان يبقى لك وضعك لازم تجيب جون ولوحدك. مفيش حد بيجيب جون لوحده. ميسي ما بيجيبش جون لوحده. تريزيجيه النهارده مصمم ان هو لا يباصي ولا اسيست ولا يعمل اي حاجه. لو استلمت الكرة حتى من نص الملعب انا هنفذ لوحدي. ندخل بعد كده على احمد حجازي. احمد حجازي اللي قصته قصه. احمد حجازي انا معرفش بناء على ايه ممكن يبدا النهارده على حساب واحد زي ياسر ابراهيم اللي لسه جاي من كاس العالم للانديه واللي لسه مستواه ما شاء الله حاجه عظيمه جدا، ويلعب احمد حجازي اساسي على ياسر ابراهيم. احمد حجازي المصاب برباط صليبي، احمد حجازي المستبعد من القايمه بتاعه الفرقه بتاعته في السعوديه وما بيلعبش مع الفرقه. الدور الاول ما بيلعبش مع الفرقه لانه غير مقيد لانه كان عنده صليبي. فبناء عليه اصلا انت جايب واحد مش مقيد في فرقه ناديه عشان تلعبه اساسي في مع منتخب مصر ويبقى هو يعني اللي في الدفاع وبيمثل المنتخب. ده ما بيلعبش في فرقته اصلا. هندخل بعد كده على ابناء بيراميدز. محمد حمدي النهارده اللي الجونين جم من عليه. محمد حمدي النهارده بيلعب يعني زي ما يكون واحد اول مره في حياته يلعب كوره. معرفش بناء على ايه ممكن يبدا محمد حمدي على حساب ناس قاعده بره. محمد صلاح بقى ده الكوم الكبير. محمد صلاح انا بنصحه نصيحه وبقول له يا ابو مكه لو ما كنتش انت حابب تأدي في المنتخب ممكن تعتزل دوليا. مفيش اي مشكله اطلاقا. محمد صلاح النهارده بيلعب زي ما يكون مضغوط عليه او مغصوب عليه انه يلعب. محمد صلاح النهارده مفيش اي احتكاك نهائي. وطبعا كلنا بنشوف ماتشات ليفربول وكلنا بنتابع ماتشات ليفربول. محمد صلاح النهارده لم يؤدي اداء ربع الاداء اللي بيلعبه في ليفربول. خايف على نفسه، محافظ على نفسه من بعيد لبعيد. ندخل بعد كده على احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو اللي كان متحرك، يعني كان بادئ الماتش هادي خالص في ادائه، واول ما بدا يتحرك فجاء المدرب الفذ بتاعنا خرجه ونزل احمد حسن كوكا. احمد حسن كوكا عشان محترف، بينزل عشان محترف، مش عشان حاجه اكتر من كده. تزيد على كده بعد كده حمدي فتحي اللي بيلعب في الدوري القطري، الدوري الفقير رياضيا والدوري الغير مشاهد والدوري اللي ما فيش اي احتكاك. وبناء عليه حمدي فتحي الاهلي بقى مختلف جدا عن حمدي فتحي الوكرة القطري. زيد على كده المعلق الرياضي الكبير علي محمد علي اللي جاب لنا جلطه النهارده وهو بيعلق. بتبقى الكوره ماشيه في اتجاه واللعب في اتجاه وهو بيشرح لك في التاريخ، بيكلمك على 95 وبيكلمك على 2005 وبيكلمك بيشرح لك الوصف التفصيلي لمباريات عدى عليها 500 سنه. علي محمد علي ارحمنا يا علي محمد علي، العمليه مش ناقصاه. قاعد بره مين؟ قاعد بره مروان عطيه وامام عاشور وعمر مرموش. معرفش الثلاثه دول بناء على ايه دول ما يلعبوش او ما يبداوش، على الاقل امام عاشور وعمر مرموش. في الدقيقه 65 محمد هاني بيخرج وبينزل عمر كمال عبد الواحد. معرفش ايه الاضافه اللي هو فكر ان هو يعملها روي فيتوريا. خرج تريزيجيه ونزل مرموش. الجونين جايين من ناحيه محمد حمدي لاعب بيراميدز. فريق موزمبيق يا جماعه فريق خارج التشكيل. فريق موزمبيق ليس له ترتيب خارج الترتيب، ليس له ترتيب عالمي، ليس له ترتيب افريقي. المنتخب الوطني المصري النهارده سيء جدا 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 لاقصى درجه. المنتخب الوطني المصري النهارده لو استمر على الوضع ده في فضيحه كبيره جدا في ماتش غانا.
ماتش غانا يبقى فيه فضيحه كبيره جدا. اتمنى ان احنا نلملم اوراقنا وان احنا نتعلم من اخطائنا، وزي ما قلت لا نؤكد على مقوله ما بني على باطل فهو باطل، وهو من بدايه تشكيل المنتخب الوطني. اتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في المباريات القادمه، ولكن بالشكل ده لا هيكون في توفيق ولا هيكون في اي حد ولا اي حاجه. اشكركم على حسن استماعكم، واتمنى ان انتم تدعمونا وتدعموا القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.